مهندسين تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله، ويا رب تكونوا بادئين سنة كده بهمة ونشاط وحلاوة البدايات والكلام الحلو ده كله. بس قبل ما نبدأ انا عارفة ان انتوا في مرحلة تانية ثانوي دي بتبقوا في النص، يعني انتوا مش عارفين، دايما ما بتبقوش تفكروا في تانية ثانوي، انتوا بتفكروا هنعمل ايه في ثالثة ثانوي. يعني هل انا اطحن نفسي في المذاكرة وبهدل نفسي في المذاكرة واجيب اخري في المذاكرة عشان اشوف انا مستواي هيبقى ايه في ثالثة ثانوي واحدد انا هدخل كلية ايه من مجموعة تانية ثانوي، ولا خلاص بقى اقضيها سفر وخروجات وبحبحة عشان اشحن طاقه كده وادخل على ثالثه ثانوي مليان فافرز بقى الدنيا بقى في ثالثه ثانوي واقطع الكتب بقى. انا عايزه اقول لكم ان ده لا ده ينفع ولا ده ينفع، يعني الاثنين غلط ومش الاثنين مش هيحصلوا. يعني انت مهما كان ايه مجموعه في ثانيه ثانوي ملوش اي علاقه في ثالثه ثانوي خالص، ومهما عملت في ثانيه ثانوي من لعب وتنطيط هتيجي في ثالثه ثانوي وهتزهق برضه. فيا ريت بس الحته دي كده نفكنا منها. بس اهم حاجه في ثانيه ثانوي اللي فعلا محتاج تركز عليها هي انك تكتسب مهاره. ايه هي المهاره دي؟ هي انك تعرف تحل. ازاي اقدر احل؟ هي دي فعلا الخطوه اللي ممكن تفرقك عن اي حد تاني معاك في نفس السنه بتاعتك في ثالثه ثانوي. يعني اسالوا زمايلكم في ثالثه ثانوي ايه اكتر حاجه رخمه وبايخه في ثالثه ثانوي وكانت قرفاهم في عيشتهم. مش هيقولوا لكم الحصص ال10 ساعات، مش هيقولوا لكم المدرسين اللي بتقعدنا في السنوات ال5 ساعات، مش هيقولوا لكم اي حاجه غير ان احنا بنذاكر كل الوقت ده وما بنعرفش برضو نحل. ايه يا جماعه ليه؟ يعني هم جايبين اسئله من المريخ، مش متعودين ازاي نحل. فدايما انا بشوف ان تانية ثانوي دي سنه فيصليه. ليه بقى؟ انك تتعلم فيها طريقه حل، طريقه مذاكره. هتدخل ثالثه ثانوي هتبقى سابق بخطوه. هي الخطوه دي اللي احنا عايزين ناخدها السنه دي. مش بقول لك اقعد على الكتاب 24 ساعه، ولا بقول لك هيص 24 ساعه. ابسط الامور اوسطها، خليك في النص. بس وانت في النص اعرف كويس انت عايز تعمل ايه. والكلام ده ملوش اي علاقه بان انتوا هتكملوا على عشان بديكوا بيولوجي، يعني ان انتوا تكملوا علم علوم او علم رياضه، ملوش اي يعني علاقه بالكلام ده. الكلام ده ليه علاقه باي حد حابب ان هو هيدخل ثالثه ثانوي، اللي هو كلكم علم رياضه بقى علم علوم مش فارقه. بس المهم ان ايا كان المكان اللي احنا ندخله نبقى بنعرف نحل فيه، لان من الاخر الامتحان هيجي اسئله وحضرتك تحلها. فنحاول نركز ازاي نلاقي طرق حل، ودي اكتر حاجه هنكون بنركز عليها في النظام بتاعنا ان شاء الله السنه دي. فيديو الهوم ورك اللي هينزل لكم مش بس هيكون علشان الاجابه A B C D، لا، هو الاجابه هتكون احنا ازاي نوصل للاجابه حتى لو ممكن نكون مش فاهمين السؤال كويس. وعلى فكره هنشوف ده في اسئله احنا مش فاهمين السؤال كويس، ده وارد وهيحصل وبيحصل. مش معقول هتدخل الامتحان تفهم كل اسئلته، بس ممكن من الاسئله اللي انت مش فاهمها دي تحل حاجات صح. ليه؟ عشان انت عندك طريقه حل، عندك طريقه مذاكره. فخلينا مع بعض كده بسرعه نشوف ايه النظام اللي احنا هنكون ماشيين بيه السنه دي ان شاء الله. طيب ايه بقى هو النظام بتاعنا ده اللي احنا ان شاء الله هنشتغل بيه؟ طبعا انتوا مش هتفهموا حاجه من الحته دي، فتعالوا كده نشوف هنقول ايه. اول حاجه انتوا اكيد بتتفرجوا على الحصه دي ان شاء الله يعني على يوتيوب، هي نزلت فور فري عادي بكل اجزائها، ولكن بعد كده ان شاء الله هنكون مكمل على المنصه الخاصه بينا، ومش هتدخل حضرتك اي حصه بعد كده غير لما تمتحن، وهي مش غلاسه. بس احنا اتفقنا ان احنا يعني المغزى الاساسي من السنه دي ان احنا عايزين نعرف ازاي نحل، فاحنا لازم نساعدك من انك تحل كتير. اتفقنا. فمبدئيا كده كويز قبل ما تدخل اي حصه. طيب بعد كده حضرتك هتشوف السيشن العاديه جدا بتاعتنا بتاعت الشرح. تدخل مثلا المره الجايه ان شاء الله على سيشن 2، يبقى تمتحن على سيشن 1 وتدخل على سيشن 2 عندنا على الويب سايت تشوفها، مفيش اي مشكله خالص. طب شفناها الحمد لله خلصنا الشرح، ندخل بقى على سامري. يعني ايه؟ من الاخر هنراجع كده بسرعه، هراجع معاكم بعد ما نخلص الشرح الاساسي، نعمل مراجعه سريعه كده على الحاجات اللي احنا قلناها. مش هنقول كل حاجه بس هنقول اهم حاجات، يعني اكني بربط معاكم اهم النقط بتاعه الدرس اللي احنا شرحناه النهارده عشان تلم الدنيا كده وتدخل تذاكر وانت مخمخ دماغك. بس قبل ما تدخل تذاكر هنكون بنحل مع بعض كلاس شيت ان شاء الله. كلاس شيت ده هيكون اسئله مش كتير ومش قليله، يعني 15 اسئله كده ولا حاجه، يعني نثبت بس بيهم الدنيا، يعني تتاكد ان انت تمام الحصه كده اوكي فاهمها اتدربت عليها طبقت عليها. بنحاول ندخل اكبر قدر ممكن من الحل. اتفقنا؟ طب الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا الكلاس شيت. ندخل بقى على التقيل، الهوم ورك.
الهوم ورك حضرتك هتحله عادي جدا من الملزمه، وبعد كده هيكون في موديل انسر عادي جدا، وبعد كده هيكون في فيديو حل الواجب اللي احنا اتفقنا فيه ان احنا مش بس مجرد هنعرف هي الاجابه ايه ولا بي ولا سي ولا دي، لا احنا هنكون بنحاول نعرف مع بعض هي ازاي الاجابه جت اصلا. اوكي خلصنا كل ده بقى، اكيد محتاجين ملازم صح؟ الملازم دي بقى هنجيبها منين؟ وطبعا مش محتاج يعني اكلمكم على حلاوه وجمال وملازم ومش هتكلم كتير يعني، بس نجيبها منين؟ حضرتك مش هتجيبها، الملازم هتنزل فور فري تماما مع كل حصه حضرتك هتفتحها. يعني الحصه دي ان شاء الله نزلكوا على اليوتيوب عادي، هتلاقوا تحت في الديسكربشن بوكس ان شاء الله لينك لملزمه الشرح ولينك لملزمه الهوم ورك على ليسون 1 اللي احنا شرحناه. طيب ان شاء الله هتكمل معانا على المنصه، هتدخل سيشن 2 هتلاقي البي دي اف بتاع الشرح ليسون 2 وبي دي اف بتاع الشرح هوم ورك وبي دي اف بتاع الهوم ورك بتاع ليسون 2. عايز تطبعهم اطبعهم، مش عايز تطبعهم وادينا وفرنا لك اهو خالص، يعني ما فيش بعد كده براحتك، ذاكر من على اللابتوب من على التابلت، حل بص ذاكر يعني. بص احنا خلاص كده هيئنا كل حاجه اهو، فاضل ان بس حضرتك تذاكر. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا بقى نخش على شابتر 1. يلا مبدئيا كده شابتر 1 كله بيتكلم عن النيوتريشن. طبعا النيوتريشن غنية عن التعريف، احنا دلوقتي بقينا عايشين عشان ناكل، يعني مش بناكل عشان نعيش، لا ده ما شاء الله يعني محلات الاكل مرطرطه في كل حته واحنا ما فيش اي مقاومه خالص. فالشابتر ده مش هيكون صعب ان شاء الله يعني، لان هو هيتكلم عن اكتر حاجه كلنا بنحبها وهي الاكل ونظام التغذيه. بس خليني اقول لكم ان احنا الشابتر ده ان شاء الله مقسمينه على 5 ليسونات، 3 للبلانت و2 للهيومن، و3 على 2 مش رجوله انا عارفه، بس البلانت بتاع الشابتر ده مش وحش يعني. انا عارفه ان احنا كلنا اجتمعنا ان البلانت ده حاجه استغفر الله العظيم يا رب ما حدش بيحبه، هو ربنا بقى حاطط فيه حاجه كده ما بينك وبين الله. بس البلانت شابتر 1 مش وحش يعني، ممكن اقول لكم بلانت شابتر 2 كده يعني، بس شابتر 1 كويس خلاص. فركزوا معانا كده عشان فعلا ان شاء الله هتتبسطوا. اتفقنا. ليسون 1 بقى بيكلمنا عن الاوتوتروفيك نيوتريشن، وطبيعي ان انت ممكن تكون مش فاهم يعني ايه اوتوتروفيك نيوتريشن. طيب فاول حاجه هنا بيقول لنا بقى، بيكلمنا عن انتوا متخيلين ان الشابتر بادئ ان هو بيقول لنا يا ترى ايه هي النيوتريشن؟ يا عم الاكل، الطريقه اللي انا بتغذى بيها. بس المهم اللي احنا لازم نعرفه بجد، لازم تعرفوه وتخلي بالكم منه كويس قوي، ان طالما الكائن الحي اتصنف انه كائن حي لازم يكون ليه طريقه يلغي بيها. ايه ده؟ يعني اي كائن حي لازم يكون بياكل؟ لازم يكون عنده سورس اوف نيوتريشن، لان الاكل ده هو اللي هيديك طاقه، والطاقه دي هي اللي هتخليك تعيش. يبقى طالما احنا قلنا على حضرتك وحضرتك اخدت اللقب وتشرفت بيه انك ليفنج اورجانيزم، يبقى لازم يكون عندك طريقه بتتغذى بيها. ايه هي الطريقه؟ يختلف القول، دي بقى نقعد نتكلم فيها للصبح، ده بقى الشابتر بتاعنا. يبقى اتفقنا ان مش شرط، مش فارقه خالص معانا الطريقه اللي انت هتتغذى بيها، بس كونك ليفنج اورجانيزم هيخلينا نقول ان لازم ولا بد ان حضرتك يكون عندك طريقه بتتغذى بيها، ايا كان الطريقه دي، ايا كان ايه هي النيوتريشن مين بتاعتك. بس لازم nutrition is one of the most important life characteristics. يعني ايه life characteristics؟ يعني الحاجات اللي تقول لي ان حضرتك كائن حي. ده انا باكل وبشرب يبقى انت كائن حي. اتفقنا؟ طب حد ما عندوش سورس اوف نيوتريشن مستحيل يكون عايش، ليه؟ لان مفيش انرجي، مفيش فود، يبقى خلاص اوكي فكره الحياه انتهت. اتفقنا؟ اتفقنا. زي السنيوره دي كده عماله تفكر تاكل ايه، يعني الطريقه اللي هي هتاكل بيها غير اللي الاسد هيتغذى بيها، غير اللي الضفدعه هتتغذى بيها، غير اللي الصرصار هيتغذى بيها، بس في الاخر كلنا بنتغذى. غير بقى الطريقه اللي مين بيتغذى بيها؟ النبات. بس قبل ما نتخش في حته النبات دي خلينا ندي ديفينيشن سريع لكلمه النيوتريشن. نيوتريشن بيعرف لك الاكل، انتوا متخيلين؟ يعني بيقول لك والله ده ساينتفك ستدي اوف فود، احنا ندرس الاكل والفاريوس مودز اللي احنا بنقدر نتغذى بيه عليها، ازاي بيفيدنا. او تعريف تاني process of providing او obtaining the food، providing او obtaining food، يعني ازاي تقدر تحصل على الاكل ده وتستعمله علشان حضرتك تكبر ويبقى عندك طاقه. ويا ريتنا طبعا لو كنا نعرف ان احنا ايه بعد ما نكبر ده اللي هيحصل فينا وكناش اكلنا. طيب نيجي بقى هنا للكلام اللي بجد. مبدئيا احنا عندنا نباتات وكائنات اخرى.
يعني ايه؟ مش هما بيقولوا لكم كده انا مش بني ادم، انا مهندس، صح؟ فهم بقوا مهندسين وبني ادمين، صح؟ هو النباتات واخده البوزيشن بتاع المهندسين في الكور، يعني هي نباتات وكائنات اخرى، او عشان نكون دقيقين يعني نباتات وما شابهها، وهنفهم يعني ايه وما شابهها دي كمان حصتين كده ان شاء الله، وكائنات اخرى. ايه يا ستي اللي انت بتقوليه ده؟ اقول لك النباتات عملت حاجه عجز العلماء عن فعلها. ايه هي؟ ان هم قدروا يعملوا اكلهم بنفسهم. طبعا كلنا شايفين حماده اللي قاعد بيتفرج على الحصه من على السرير وبيقول لي طب ما انا بعرف اعمل اكلي بنفسي، انا بدخل المطبخ الساعه 2 بالليل، بسخن العيش، بحط فيه الجبنه، وببقى عملت السندوتش بتاعي. الحقيقه يا حماده ان انت كده ما عملتش اكلك بنفسك، انت كده عملت الفطار. ولكن انت تقدر تقول او العشاء او ايا كان انت ممكن تكون بتتغدى امتى تقول على نفسك ان انت بتعمل اكلك بنفسك. زي البلانت الجميل ده، البلانت الجميل ده قاعد تحت اشعه الشمس طول ما هي طالعه، صح؟ مش هقول طبعا 24 ساعه، الشمس مش موجوده 24 ساعه، بس يعني طول ما في شمس هو يعني قاعد تحتها. اشتكى؟ لا والله، والله العظيم ما اشتكى. بياخد الكربون دايوكسيد الويست بالنسبه لحضرتك، بياخد ميه اللي اكيد ما فيهاش طاقه. هي سر كل كائن حي، بس ينفع تبقى جعان واقول لك اشرب ميه؟ ما هو مش اسمها كائن ما فيهاش طاقه، صح؟ سبحان الله، يعني ان احنا محتاجين عشان نعيش ما فيهاش طاقه، بس مش ده موضوعنا دلوقتي. هو خد الحاجات اللي بالنسبه لك دي ما لهاش لازمه، اللي لو حد قال لك ماما انا جعان انزل اقف تحت الشمس شويه، مش اسمها كده. انت الحاجه الوحيده اللي ممكن تاخدها تاني، مش هتتغذى خالص، صح؟ هتتحرق. البلانت ما اشتكاش، بالعكس ده خد كل المكونات دي وعمل بيها اكله عظيمه جدا العالم كله معتمد عليها. تقولي ايه حيلك العالم كله ايه؟ اقول لك والله احنا ما نقدرش نعيش من غير نباتات. تقولي بس انا باكل لحمه. اقول لك ما هي اللحمه اللي انت بتاكلها دي اكيد بتاعت كائن بيتغذى على النبات، او بتاعت كائن بيتغذى على كائن بيتغذى على النبات. يعني من الاخر هنلف وندور ونلاقي ان النبات هو اصل الحكايه. من عنده بدات النيوتريشن سيريز بتاعتنا دي. طيب ايه بقى الحوار ده؟ قال لي خلاص احنا قسمناهم اوتوتروفيك نيوتريشن اللي بيعرف يعملها النباتات وما شابهه، وهيتيروتروفيك نيوتريشن اللي هو زي حضرتك كده. يعني انا ببص كائنات يعني obtain their food ما بيعرفوش يعملوه، هم بياخدوه obtain their food from other bodies of living organisms. يا اما plant، والله ممكن تاكل انت مثلا ملوخيه، او من animals اللي اصلا اتغذت على النباتات قبل كده، صح؟ عظيم. احنا بقى هنركز على الاوتوتروفيك نيوتريشن دي، وعايزه اقول لكم على حاجه عشان بس ايه الناس اللي هي بتقلق حبتين ثلاثه. الهيتيروتروفيك نيوتريشن اي حد شارحها دلوقتي، يعني هتلاقي مثلا بتذاكر المعاصر اي حاجه، اي كتاب، اي حاجه معاك، هتلاقي ان الهيتيروتروفيك نيوتريشن مشروحه بتفصيل ممل، صح؟ احنا مش هنقولها دلوقتي خالص ببساطه، لان كمان حصتين هنكون بنشرح الهيتيروتروفيك نيوتريشن بالتفصيل الممل الشديد. فانا هقولها لك دلوقتي وارجع بعد كده اشرحها لك كمان حصتين. ما حبيتش انا الحته دي، فقلت خلاص احنا ناجلها ونشرحها بالتفصيل الفوق الممل. واوعدك هتلاقي حاجات مش موجوده في المعاصر ومش موجوده في اي كتب تانية، فما تقلقوش. يعني من الاخر ما تقلقوش، كل حاجه هنشرحها ان شاء الله، بس في وقتها الايه المناسب. يعني عيشوا معايا كده، انا عايزاكم تحسوا ان البيولوجي دي حاله كده، حاله، يعني خشوا فيها كده، ماشي؟ ربنا يستر. المهم دي بنأكد بيها تاني اهو على السايكل اللي احنا اتفقنا عليها، ان هي بتبدأ من البلانت البروديوسر الوحيد اللي احنا نعرفه وما شابهه، يعني هنعرف بعد كده قدام شويه. بس البلانت هو الوحيد اللي يقدر يعمل اكله بنفسه، يقدر ياخد حاجات ملهاش لازمه ويحولها لحاجه فيها طاقه، قيمه غذائيه حضرتك واي كائن تاني تقدروا تغذوا عليه. زي السايكل دي كده، هي بدأت من البلانت، صح؟ الضفدعه طبعا الجراد ده جه كل البلانت، الضفدعه كلت الجرادايه، بعد كده راح التعبان اكل الضفدعه اللي اكلت الجرادايه، وبعد كده راحت البومه دي راحت واكله التعبان اللي كده، وبعد كده راحت جايه الفانجاي دي كومبوزرز محلله جسم البومه دي لما ماتت. ثانيه والله العظيم محدش واخد منها حاجه. شفتوا اهي خلصت الحياه في سايكل بادئه من البلانت. اوكي نبدأ بقى الكلام اللي بجد. ايه هو الكلام اللي بجد؟ الاوتوتروفيك نيوتريشن. الاوتوتروفيك نيوتريشن اللي بيعملها النباتات، واحنا اتفقنا كده. يعني ايه اوتوتروفيك نيوتريشن تاني؟ يعني ان احنا نقدر
نعمل اكلنا بنفسنا. وفهمنا بقى يعني ايه اعمل اكل بنفسي دي، خد حاجات مالهاش لازمه وطلع لي حاجه ليها قيمه، غير كده ما تقولش بعمل اكل بنفسي. اتفقنا؟ اتفقنا. قال لي بس احنا محتاجين نسال نفسنا سؤال مهم جدا، هم ازاي بيصنعوا اكلهم؟ ازاي they manufacture يعني بيصنعوا their own food؟ ازاي؟ ده بقى اللي احنا هنفهمه ان شاء الله في ال3 حصص دول، الحصه دي والحصتين الجايين هو ده هيكون موضوعنا، ازاي البلانتس بتصنع اكلها بنفسها. اوكي. فقال لك بص بمنتهى البساطه سريعا كده، ده هو نص او ال3/4 الشابتر. ادي السانلايت اللي حضرتك ما بتحبهاش خالص ونزلت على الليف قدرت تاخدها مع الكربون دايوكسيد مع الووتر وتطلع لحضرتك فود اللي هو جلوكوز. مش كده وبس، دي بتطلع اكسجين كمان. فكنا من الاكسجين ده حكايه هنجيله كمان شويه، بس مش كمان شويه، كمان كام حصه. بس المهم عندنا ان دلوقتي الفود طلع جلوكوز، حاجه سكر، حاجه غنيه جدا 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 بالطاقه، من عوادم، من لا شيء، من حاجات ما فيهاش طاقه خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب تاني بنأكد على نفس الفكره، انه البلانت ده هو البلانت قدر ياخد الحاجات السامبل البسيطة اللي هو مية كربون دايوكسيد مع واللي هي لو انرجي. احنا اتفقنا ما فيهاش طاقة، صح؟ المية دي ما فيهاش طاقة. عمرك كنت حاسس ان انت جعان فشربت مية؟ مستحيل. طيب لو انرجي ان اورجانيك. يعني ايه ان اورجانيك؟ يعني مش CH. ببساطه كده الاورجانيك ان شاء الله هتدرسوها بالتفصيل في ثالثه ثانوي ان شاء الله، يعني في شابتر كامل في اسمه اورجانيك كيمستري، فانا مش عايزه اعقدكم من دلوقتي. اوكي، بس ببساطه شديده الاورجانيك الحاجات اللي هي CH، الان اورجانيك الحاجات اللي ممكن تبقى C بس او H بس. يعني مثلا الووتر دي H2O، صح؟ فاهي هي ان اورجانيك، السي واتش اجتمعوا مع بعض، سي واتش مع بعض، مش اور اند، هي دي بوند. مش عارفه انتوا، اعتقد انتوا واصلين لمرحله تقدروا تميزوا ان دي بوند، صح؟ لازم يبقى فيها سي واتش، ده الاورجانيك. طيب سولت زي مثلا NaCl، ما هو ده ملح، صح؟ ده فيه سي ولا اتش؟ لا خلاص يبقى ان اورجانيك. طيب كربون دايوكسيد CO2 في سي واتش، في سي بس ما فيهوش اتش، يبقى ان اورجانيك. اتفقنا؟ الجلوكوز C6H12O6 هتلاقيه C6H12O6 اجتمعوا السي والاتش ولا ما اجتمعوش؟ اجتمعوا، يبقى ده كده اورجانيك. ده ببساطه يعني ايه اورجانيك وان اورجانيك. اتفقنا؟ اتفقنا. ما يخصناش. المهم عندنا ان احنا خدنا حاجه سمبل حولناها لحاجه كومبلكس، اخدنا حاجه لو انرجي حولناها لحاجه هاي انرجي، اخدنا حاجه ان اورجانيك حولناها لحاجه اورجانيك. هتقولي يعني ايه؟ اقول لك حاجه احسن، يعني الاورجانيك انضف من الان اورجانيك بشويه، ماشي؟ ما تدقش، ده كيمستري، ما بحبش الكيمستري، احنا بتوع بيولوجي. طيب خدتها بقى from the surrounding environment، هي النبات قاعد كده راح واخد شمس، ميه، كربون دايوكسيد، بوم عمل جلوكوز، عمل حاجه needed for their body building. يعني عارفين انتوا عامل زي ايه بالظبط؟ عامل زي ماما، يعني هو ماما كده بتاعت كل بيت، اللي هي بتقول لك لا ما ترميش الازايز هنعمل منها فازه، لا ما ترميش العلب هنعمل منها رف مش عارف ايه. هو البلانت كده بالظبط، اخد الحاجات مالهاش اي سنين لازمه، الا اي حد لو كان معاه الحاجات دي كان هيرميها، وعمل منها حاجات تبني نفسه وتبنينا احنا كمان. اوكي ازاي بقى؟ طبعا عن طريق عمليه كلنا عارفينها اللي هي فوتوسينثيس بروسيس. ما فيهاش فوتوساينثيس وما فيهاش فوتوسينثيسيس وما فيهاش، اسمها فوتوسينثيس بروسيس. والنقطه المهم ما لهاش علاقه بايجيبت ولا مصر، انت دلوقتي بتتعلم فتعلم صح، عشان لو طلعت بره مصر اللي انت عايز تهاجر وتسيبها دي ما يقولوش علينا فلاحين. لو سمحت ما جبناش الكلام، اسمها فوتوسينثيس بروسيس، تعلموا صح بقى. ماشي. يبقى هو اخد اللايت انرجي اوكي اوف ذا سن اللي حضرتك مش طايقها، وحولها عن طريق كيميكال رياكشن اللي هي اسمها فوتوسينثيس بروسيس لحاجات هاي انرجي قدر يستعملها في بناء نفسه وبناء نفسنا احنا كمان. كربوهيدرات، فاتس وبروتينز قدر يعملهم من ووتر، كربون دايوكسيد ومينرال سولتس. عظيم البلانت، صح؟ عظيم الشروب. طيب قال لي اكزامبلز، ده هو ما شبهه تمام. في بعض البكتيريا لقيناها ان هي عندها كلوروفيل،
نوع معين من الكلوروفيل هنفهمه برضو كمان كام حصه، هنتكلم عليها بالتفصيل الممل. بس خلينا نعرف دلوقتي ان الاوتوتروفز دول اللي هم ايه؟ اوتوتروفز دول اللي بيعملوا الاوتوتروفيك نيوتريشن. مش محتاجه حاجه يعني، صح؟ باينه زي الشمس، وفي الاخر يرجعوا يقولوا ده البيولوجي صعبه. يعني ما اعتقدش احنا قلنا اي حاجه صعبه لحد دلوقتي. ايه الاكزامبل بتاعتها؟ والله بلانت وبكتيريا، اي حاجه لونها اخضر. بس لو لقيت حاجه لونها اخضر اعرف ان هي بتعمل فوتوسينثيسيس بروسيس، وريح دماغك، وهنفهم ليه على الحصه الجايه. اوكي. طيب بيقول لي بقى ده تلخيص الثلاث حصص اللي احنا جايين نشرحهم ان شاء الله بعد كده في الشابتر ده. ايه هم بقى؟ بيقول لي اول حاجه عشان نعرف الاوتوتروفيك نيوتريشن باثواي احنا محتاجين نفهم كذا حاجه. محتاجين نفهم الابزوربشن اوف ووتر اند سولتس باي روت سيستم. فانت عشان تفهم ازاي الروت بيمتص الميه، الكتاب قال لك لا انت طالب مصري اذكى طالب في العالم، والله ما هقول لك على طول. تعالى معايا هندرس الروت سيستم، نفهم الاستراكشر بتاعته، وبعدها نروح نفهم ازاي بيعمل هو ابزوربشن. وبعد كده قال لي عايزين نعرف ازاي الليفز تعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. قال لك لا والله العظيم لا، انت طالب مصري، انت اذكى طالب في الدنيا. هنفهمك الاول الليف ستراكشر، وبعد كده نقول لك ازاي بتعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. حصتنا النهارده هي العنوان ده. هنفهم ايه هو الروت سيستم ستراكشر بتاعته، وازاي بيعمل ابزوربشن ميثودز او الابزوربشن بروسيس. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب مبدئيا كده طبعا انا عارفه ان انتوا اتضحك عليكم كتير قوي في حياتكم، وكنتوا فاكرين ان هو اسمه روت، صح؟ مفيش حاجه اسمها روت اصلا، مفيش حاجه اسمها روت، هو اسمه روت سيستم. تقولي اكيد في روت جوه الروت سيستم، اقول لك لا مفيش روت جوه الروت سيستم. ريح نفسك بقى، اتعلموا بقى ما تقرفوناش. ده الروت سيستم. طبعا انت عارف منه الزايلم، ولو مش عارف مش مشكله، بس الزايلم ده انبوبه بيتنقل فيها ووتر. انبوبه لحد ما نفهم. يعني لو قلت لك ايه هو الزايلم هتفهم دلوقتي، هندرسه في شابتر 2 بالتفصيل، مش عايزه بقى وجع دماغ. بينقل فيه الووتر. حلو، عظيم جدا. طب ايه بقى الحته دي؟ والله دي شويه خلايا، صح؟ شكلها شبه بعضها، صح؟ وايه الخليه دي بقى؟ دي خليه شبههم بالظبط على فكره، يعني لو بصيتوا كده هتلاقوا هو نفس الشكل بالظبط نفسه، بس طلع لها حته كده من الجنب، صح؟ عملت بروتروجن اوتسايد. يعني ايه بروتروجن؟ يعني بروز، اكنها ايه، حته كده راحت منفوخه كده لبره، صح؟ هو ده الروت سيستم. بس كده؟ والله بس كده، هو ده الروت سيستم. طب دي اسمها ايه بقى؟ اسمها روت. تقول لي اهو روت اهو، اقول لك بس يا هبل اسمها روت هير. يبقى ده روت سيستم، ده روت هير، ودي حبه سيلز في النص، وده الزايلم. مش فاكره انا قلته في الاول ولا لا، ما علينا. احنا بقى هندرس ده، اتفقنا؟ ما يغركوش، هو يعني شكله بسيط بس هو مش بسيط، لا بهزر والله، هو سهل قوي. خلاص، فبيقول لنا هنا يعني ان كده يعني وكده ماشي يعني plant absorbs water and mineral salts from the soil through root hair. يعني الكلام ده احنا هنقوله كمان شويه. ليه بقى؟ عشان يوصلوا للزايلم. هو ايه الفكره بتاعت كل احنا فاضيين، يعني احنا فاضيين عشان نعمل كل السيلز دي؟ قال لك والله الزايلم مش هيعرف. يعني هنا الووتر اهي، بصوا الووتر اهي، يلا يا زايلم خد الووتر، ما بعرفش، لازم حد يجيبها لي. فهم السيلز دي معموله عشان تجيب الووتر للزايلم. شفتوا انتوا؟ بس هي كل اللي هي هتعمله ان هي هتدخله الووتر جواه عشان هو ينقلها بقى للبلانت. بس كده بقى، انا بقول لكم البيولوجي سهله جدا يعني. طيب نيجي بقى الاول واهم حاجه معانا الروت هير، هي اكتر حاجه هنتكلم عليها. بعد كده بقيه الاجزاء دي يعني مش عليها حاجه اصلا، يعني كلمتين وخلاص. بس ركزوا معايا قوي في الروت هير دي. طيب مبدئيا خلينا بس نجمع مع بعض كده حاجه. ايه هو الروت اصلا؟ ممكن نروح هنا كده عشان تتخيلوا معايا ايه الشكل ده. كده شكل الروت اهو، صح؟ ده شكل الروت اللي احنا شكل الجزرايه كده، صح؟ هي الجزرايه روت على فكره. الجزرايه اللي احنا بناكلها دي هي الروت، ويبقى ليها بقى ستيم وليفز وكده. طيب فهو ده شكل الروت اهو.
ما علينا من الاجزاء دي. تمام، اي حاجه انا بحطها في السلايد خدوا اللي انا بكتبه بس او اللي انا بشاور لكم عليه بس، لان بيبقى فيه انفورميشن زياده مش عليكم خالص. اتفقنا؟ اوكي. طالع منها ايه بقى؟ شايفين طالع منها حاجات اهو زي الشعر كده، فسموها روت هير. احنا بقى هنروح ندرس الروت هير دي، يعني ده اللي احنا هنروح ندرسه. فلما جينا قطعنا ده كده ترانسفيرس سيكشن، ده اللي طلع لنا. يبقى تاني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا كان عندي روت اهو كده، تمام، ده روت وطالع منه روت هير. انا رحت واخده منه ترانسفيرس سيكشن. يعني ايه ترانسفيرس سيكشن؟ يعني قطاع عرضي. ده القلم اهو، ده الروت، ورحت قطعاه هنا كده وبصيت من فوق كده، طلع كده بص من فوق. ماشي، ده اللي هشوفه، حبه روت هيرز اهم وحاجات جوه. ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجه مش عليكم كل الحاجات دي، كل اللي عليكم بس تفهموه وتعرفوه ان الروت هير بيبقى عباره عن لاير اوف ابيدرمس. انا بدور على حته فاضيه عشان ايه بصراحه مش عايزه بقى اروح اجيب وايت بورد بقى ونرجع تاني. المهم اول طبقه عندنا خالص هو دي اهم حاجه، هي اسمها ابيدرمس. طيب بتعمل ايه الحاجه ابيدرمس دي؟ قال لك ما بتعملش، هي خلايا على الوش سميناها ابيدرمس. يعني من هنا ورايح اي خلايا على الوش اقول لكم دي اسمها ايه؟ قولوا لي ابيدرمس. خلاص؟ قولوا لي ابيدرمس. لما تبقى تطلع غلط ابقوا تعالوا اتكلموا معايا. ماشي؟ ماشي. يعني ادينا اهو رسمنا صف خلايا على الوش. ها يا ولاد اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده يا ولاد؟ اسمه ابيدرمس. فين الروت هير بقى؟ قال لي الروت هير هي خليه ابيدرمس عادي، بس راحت عامله كده. يعني مش هو ده الابيدرمس اهو اللي احنا عمالين نرسم فيه؟ مش هي دي الخلايا اهي؟ راحت خليه منهم جايه قالت لا 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 لا, لا انا هطلع بره، راحت عامله كده، فبقى ده اسمه روت هير. شفتوا الهبل؟ بجد والله والله بس كده حبه خليه منهم، طبعا مش خليه يعني كل شويه نلاقي خليه طالعه لنا ببروتروجن. احنا قلنا بروتروجن يعني حاجه طالعه لبره كده، سميناها ايه؟ روت هير. بس كده. بيقول لنا والله ده extension of single cell. يعني ايه يا عم الحاج؟ extension يعني حاجه زائده، صح؟ فهو الروت هير اهي حته زائده منها كده راحت طالعه extension of a single cell، يعني هي سيل واحده راحت عامله بروتروجن، صح؟ صح. طيب خلينا نعمل كده عشان بقى على نظافه بقى. بص يا باشا، احنا عندنا اهو، احنا اتفقنا ان ادي الابيدرمس، تمام، وفي سيل منها قررت مش هنخلص بقى، مش هنخلص. اصلا كان نفسي ادخل فنون حلوه، كانش نفسي ادخل فنون حلوه بس بهزر معاكم. اهو ابيدرمس، وادي سيل تانية من الابيدرمس، وادي سيل تالتة قررت ان هي تعمل وي كده. قشطه قشطه. السيل فيها ايه؟ نيوكليوس، صح؟ نيوكليوس. ودي يعني هنقول لها لا؟ ما عندها نيوكليوس عادي، هي زيها زي اي سيل تانية، عادي جدا عادي جدا يا جماعه. طب والسيل عندها ايه تاني؟ حاجات كتير قوي بس ما يعني عندها سب فاكيول، صح؟ مش اي سيل عندها سب فاكيول، عندها سب فاكيول والله اهو. طب ودي؟ قالت لك يعني معلش يعني انت بخيل؟ هل انت بخيل؟ يعني شايف كل الحجم ده عايز تحط لي واحده زيهم؟ انت عايزه ايه يعني؟ بص يعني انا يعني كبرها لي شويه، بص اهو خليها هنا برضو، انا عايزه برضو بس خليها تكبر شويه. قلنا لها كده كفايه؟ قالت لا شويه كمان. ها لا شويه كمان. راحت عامله كل دي كده سب فاكيول. يبقى لما اقول لك ايه اللي بيميز الخليه دي عن غيرها، تقولي والله حاجتين. اوصف اللي انت شايفه يا ابني، احنا ما بنحفظش. اوصف اللي انت شايفه. لا خلينا احمر احلى. ايه اللي انت شايفه؟ والله دي خليه عندها بروتروجن او سايت، حاجه خارجه لبره كده، اكستنشن اللي هو حاجه زائده مش اللي بيركب، ماشي؟ اكستنشن لبره كده، وعندها لارج ساب باكل.
شايف حاجه تانية مختلفه؟ لا خلاص هو ده، هي دي الروت هير. تخيلوا هو ده كده الروت هير، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه عنه بجد والله. والله ادي الكلام اللي احنا محتاجين نعرفه. قال لي ادي والله الروت هير عندها لارج ساب فاكيول، شايفين الساب فاكيول بتاعتها قد ايه؟ طب ايه لازمتها اللارج ساب فاكيول دي؟ هنعرف كمان شويه، اصبر. خلاص، وعندها نيوكليس، عندها كل حاجه زي اي خليه تانية، بس حته كده رحنا جايين شدينا حته منها كده لبره فبقت اسمها روت هير. يبقى تاني الاستراكشر بتاعت الروت هير دي، وهي اهم حاجه لان هي اللي بتساعدنا نمتص، وهنفهم ده كمان شويه. قال لي الاستراكشر بتاعتها ايه الفكره؟ قال لي دي عندها اكستنشن اوف ا سنجل سيل، سنجل سيل رحنا جايين نشدها of a piliferous layer. ايه البليفرس layer دي؟ الابيدرمس، نفس يعني اسمين مختلفين لنفس الحاجه. خلاص، ابيدرمس. احنا قلنا اي دي كده في الوش اهو، في خليه هنا وفي خليه هنا، يبقى اسمهم ايه؟ ابيدرمس. خدنا منهم خليه واحده ورحنا شدينها لبره بقى عندها روت هير، زودنا لها الساب فاكيول بقى اسمها روت هير. خلاص، يبقى internally عندها thin layer of cytoplasm وlarge ساب فاكيول. استني، يعني ايه thin layer of cytoplasm دي؟ اقول لك يعني كده، شايفين ما يعني مثلا ده كده التخن بتاع السيتوبلازم بتاعها، حاجه صغيره خالص. ليه؟ عشان تساعدها تعمل مهمتها الاساسيه اللي هي كانت الابزوربشن اوف ووتر. تخيلوا لو انا بعدي الميه من ثيكنس قد كده، حاجه سمكها قد كده، ولا لما اعدي الميه من حاجه سمكها قد كده، مين هيعدي الميه اسرع؟ اكيد اللي سمكه اقل. فعشان هي ربنا خلقها عشان تعمل ابزوربشن للووتر، اداها المميزات دي، خلى السيتوبلازم السيل وول بتاعتها او السيل سيتوبلازم بتاعتها لاير ثين لاير اوف سيتوبلازم علشان تقدر تعدي الميه بسهوله. اتفقنا؟ اتفقنا. في حاجه صعبه؟ اتمنى ان ما يكونش في حاجه صعبه. اوكي دي الرسمه اللي احنا قلناها. اول حاجه ادي الروت وطالع منه الروت هير، يبقى السيل اللي طالع منها روت هير دي اسمها ايه؟ اسمها بليفلس لاير او ابيديرمس. اوكي نفس الكلام، اخدنا ترانسفيرس سيكشن صح؟ شفنا ايه؟ شفنا الابيديرمس طالع منها روت هير. طب وايه اللي في النص ده بقى؟ ايه اللي جوه؟ اقول لك يا ابني حرام عليك ما تتعمليش معاك، هو احنا كنا عايزين نمتص الووتر اصلا علشان نوديها فين؟ انا اول حاجه قلناها مع بعض، عايزين نمتص الووتر عشان نوديها فين؟ زايلم صح؟ هو ده الزايلم، الاحمر ده هنا كده هو ده الزايلم. فهو محتاج حد يوصله الميه من بره عشان ينقلها لبقيه البلانت. فقلنا له خلاص يا عم كده احنا عندنا ووتر بره اهو، في ووتر كتير الحمد لله. الروت هير هيمتصها لك لان هو بيعرف كويس قوي يعمل وظيفته، هيبدا يدخلها من سيل للتانيه للتالته للرابعه للخامسه لحد ما توصل جوه الزايلم، ونبقى كده نجحنا في ان احنا نابزورب الووتر باي روت هير. اتفقنا؟ اتفقنا. ده بقى كلام اللي هو يعني كده بيقول لك يا ترى اللينث بتاعها قد ايه؟ يعني طول الروت هير، يعني لو ادي اهو السيل، فادي الروت هير كده، دي كده طولها حوالي 4 مليمتر، حاجه يعني كده يعني. طب عمرها قد ايه؟ يعني ما بتكملش few days او week بالعافيه قوي، ودي حاجه مش محتاجه يعني ان المنهج يكتبها لك، ما هو طبيعي هي عايشه في صعاب، في صراعات مع السويل بارتكلز. ممكن حبه هوا يجوا كده تروح مقطوعه اصلا، ممكن وهي بتحاول تمشي وتسلك في السويل بارتكلز دي تتقطع عادي، فبتتقطع كتير قوي وبسرعه وما بتاخدش وقت خالص. ماشي. طيب بنعوضها ازاي بقى؟ يعني هي بتتقطع، احنا لسه قايلين الروت هير دي عمرها حبه ايام، يعني لو ربنا كرمها وعاشت قوي يبقى اسبوع. طب هنجيب غيرها منين؟ ده احنا محتاجينها، دي حاجه مهمه جدا عشان نسحب الميه وتصل الزايلم ونعمل فوتوسينثيس بروسس. هتكسفينا كده. اقول لك ما هو في حاجه اسمها elongation زون، ومش محتاجين نحفظ والله. ما يا لهوي elongation زون يا ابني. elongation بص اهو، لونج وإلونجيشن يعني استطاله، فدي اكيد حته بتطول حاجه صح؟ يعني بتطول حاجه، ايه هي الحاجه دي؟ الروت. فانا هفقد من هنا فهي تديني،
عارفين زي صاحبك اللي قاعد جنبك، انت سندوتشاتك تخلص وانت تروح تاخد منه، سندوتشاتك تخلص فيديك، سندوتشاتك تخلص فيديك، الروت هير بتاعها يتقطع فتروح مطلعه له روت هير جديد. فدي الحته بتاعت الاستطاله، دي اللي انا بقعد اطلع منها روت هير، اطلع منها روت هير. طب والحته دي قال لي ده ريجن اوف سيل ديفيجن، مش محتاجه ترجمه دي بقى، يعني سيل ديفيجن انقسام الخلايا. ليه؟ لان هي برضو محتاجه تتجدد، ما الروت ده محتاج يكبر صح، فالخليه لازم تبقى 2، الخليه لازم تبقى 2 والاتنين يبقوا 4 عشان الروت ده يكبر، وعشان الالونجيشن زون تكبر، وعلشان الروت هيرز تكبر، وايه مش لما تموت خلاص ما لاقيش حاجه امتص بيها ميه. اتفقنا؟ اتفقنا. فبيقول لي والله الالونجيشن زون دي مهمه جدا. ليه؟ علشان الروت هيرز ار تيرد. يعني ايه تيرد؟ يعني بتتقطع، بتتمزق. شفتوا بتتمزق دي؟ حاجه 13 خالص. ماشي. تيرد او lost from a time to time، هي بنفقدها بسرعه جدا. اوكي due to continuous friction، بسبب الاحتكاك الدائم مع ايه؟ مع السويل بارتيكلز. هي بتحاول تكبر في السويل بارتيكلز ويحصل فريكشن، فاكيد هتتقطع. اوكي but they are regenerated continuously from the elongation zone. بيكبروا باستمرار منين؟ من الالونجيشن زون. وبعد كده السيلر ديفيجن دي مش قايل لكم عليها حاجه خالص اصلا، بس اعتقد ان اسمها شارحها يعني. اوكي طيب نيجي بقى للمين فانكشن اوف روت هير. طب هل انتوا بقى مستنيين نشرح المين فانكشن اوف روت هير؟ يا عم حرام عليك يا عم والله. الروتس بتكبر ليه؟ ما هو والله سببين مالهمش تالت. ايه بقى؟ ان انا بثبت البلانت في الارض صح؟ تقولي ازاي يعني بثبت البلانت في الارض؟ يعني ازاي؟ اقول لك يا ابني، هو الشجره العتيقه تعرفها من جذرها. يعني الشجره تقول دي عايشه مثلا مليون سنه من جذرها، او لسه مزروعه النهارده من جذرها. طول ما الشجره في الارض كده تبدا تلاقي الروتس عماله تنزل. ليه؟ تدور لها على ميه كتير، لان في الغالب اللي على السطح ده بيبقى ليه روتس تانية برضو. بتلاقي يعني الشجره اللي بجد بقى تلاقي جذورها كده في كل الاتجاهات كده عشان تلم وتر من اي حته، بس بتبدا تنزل لتحت بقوه شديده عشان تثبت الشجره في الارض. هقول لكم على حاجه، هو لما بييجوا يبنوا مبنى، لما اي مبنى بتشوفوه بيتبني، هل ينفع يبداوا من على الوش؟ هيوفروا كتير قوي صح؟ ده بيقعدوا يملوا يعني حاجات تحت واسمنتات وحاجات ما اعرفش طبعا، بس حاجات كتير جدا بيحطوها في الحته اللي تحت دي صح؟ طب ما يوفروا الكلام ده ويبداوا من على الوش وخلاص. حوسه ليه؟ قال لك لا، البيلدنج عشان يستحمل ومفيش اي حبه هواء يروحوا جايين موقعينه، لازم يبقى جذره في الارض قوي. فالدماغ كلها اصلا ما بتشتغلش على اللي فوق خالص على فكره، اللي فوق ده شكل. الدماغ كلها في اي حته كمعمار يعني لازم يشتغلوا على الجزء اللي تحت. هنثبتها في الارض ازاي؟ وانس ان انت لقيت طريقه تثبت بيها اللي انت بتعمله ده في الارض، اطلع بيها زي ما انت عايز. فالبلانت بيعمل كده، هو فاهم ده كويس، فمحتاج يبقى متثبت في الارض كويس جدا. عشان كده الروتس والروت هير والسيستم كله بيبدأ يكبر لتحت، وطبعا في جميع الاتجاهات. يبقى تاني ليه؟ علشان يزود الووتر والسولتس ابزوربشن من السويل، من التربه. شوفوا هو عمال يبدا يكبر، سوري لما اقفل هتشوفوها خلاص. وفيكسيشن اوف ذا بلانت عشان يثبت النبات في في التربه. زي الروت ده كده، هو بدأ صغنون عمال يكبر هو عشان يثبت نفسه اكتر، وعمال يتشعب علشان يقدر يوصل لسويل او ووتر وسولتس اكتر في السويل. اوكي طيب، لما ربنا بيدي لحد موهبه بيديله الحاجات اللي تدعمها. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حد مثلا في فنون جميله هتلاقي رسمه حلو صح؟ لو حد بيحب الرسم هتلاقي مثلا رسمه حلو. هو ربنا اداله موهبه الرسم، فبيعرف يمسك القلم بطريقه معينه، بيعرف في الالوان بطريقه معينه كده.
مثلا حد بيحب الهندسه جدا او الماث جدا، فهتلاقي دايما دماغه شغاله في ان هو بيحسب ايه، ازاي اقطع الكيكه، مش هو مش بيحسب مساله، لا هو دماغه شغاله. دي الموهبه اللي ربنا اداها له. فربنا برضو ادى للروت موهبه عشان ان هو يقدر يعمل ابزوربشن للووتر والسولتس من السويل، صح؟ طب ده عامله الموهبه دي بايه بقى؟ 4 حاجات، ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ايه هو بقى ال4 حاجات دول؟ مبدئيا هم اسمهم suitabilities. يعني ايه؟ يعني حاجات تخليك ملائم للي انت هتعمله. يعني انا لو عايزه اوظف حد فبقول له هات لي السي في بتاعك عشان اشوف انت ملائم ولا لا، اشوف انت suitable للفانكشن للمهمه دي ولا مش ملائم. فهيحط لي ايه في السي في بتاعه؟ السيوتابيلتيز، الحاجات اللي عنده، المواهب اللي تميزه عن غيره، صح؟ فالروت حط لنا 4 حاجات في السي في بتاعه. الروت هير حط لنا 4 حاجات. ايه هما بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه being large in number and protruding outside. زي هنا كده، شايفين جذع النبات عامل ازاي؟ شايفين جذع الشجره؟ هو بيطول جدا وبيروح في كل حته. protruding يعني خارج لبره، متشعب، مش حاجه واقفه كده وخلاص، لا هو بيتشعب في كل حته. ده بيخليه قادر يزود السيرفيس اريا بتاعه الووتر اند سولت ابزوربشن. يعني ايه؟ يعني لو احنا في مكان وبيوزعوا فيه عصير، تمام، وانا في حد بيوزع عصير فراوله واقف جنبي، وحد بيوزع عصير مانجا واقف هناك كده، وحد بتاع اناناس واقف هناك كده، انا لو واقفه مكاني ومش هتحرك، انا مش هروح في حته، هاخد بتاع فراوله بس، صح؟ خلاص. طب لو انا مدت ايدي شويه هاخد مانجا، طب لو مدت ايدي شويه هاخد اناناس، طب لو مدت كده. يبقى التشعب ده بيزود لي السيرفيس اريا، بيزود لي المساحه اللي هقدر امتص بيها. فلو حضرتك جيت حطيت للبلانت ووتر من هنا وكنت رخم وما حطيتلوش جنبه، هيقول لك عندي روت هير، هتروح وتمتص الووتر. مش مستنيك تنقط عنده هنا عشان يعرف يمتصها، لا، الروت هير كبر لي السيرفيس اريا، فخلاني ما بقتش محتاج للتنكه بتاعت حضرتك. حط الميه هنا هوصل لها برضو، حطها هنا كتر خيرك هنشكرك، بس هوصل لها برضو حتى لو حطيتها بعيد. تمام. ايه كمان؟ ايه الموهبه كمان اللي عند الروت هير؟ قال لي having thin cell wall او having thin wall، ودي احنا اتكلمنا عليها. لما هو يبقى thin بالمنظر ده كده، شايفين رفيع قوي ازاي؟ هيخلي مرور الميه احسن واحسن بكتير، صح؟ لما بمررها في حاجه رفيعه احسن ما امررها في حاجه تخينه، صح؟ اكيد. يبقى to permit the passage of water and salts through it. بص بقى، easily، هي يعني مش هتعدي، يعني لو تخين هتعدي بس بصعوبه. احنا دي موهبه، يعني لازم يبقى متميز، فهو تميز. اوكي، فبقت الوول بتاعته thin، رفيعه، اتفقنا؟ عشان يقدر يمتص الميه بسهوله. لحظه، يمتص الميه بسهوله ليه؟ ارجع يا ابني، يمتص الميه بسهوله ليه؟ بعد ما يمتصها هو هيعمل بيها حاجه؟ ده مش لنفسه، ده خيره لغيره. والله امتص الميه ودخلها للسيل، تدخلها للسيل، تدخلها للسيل، تدخلها للسيل، تدخلها للسيل، تدخلها للزايلم. يبقى احنا بنعمل كل الليله دي عشان الميه توصل للزايلم. اتفقنا؟ اوكي. طيب، secreting a viscous substance. viscous يعني حاجه لزجه، بس انا مش هقولها لكم ان هي لزجه، no offense، انا هقولها لكم ان هو صابون. يعني اعتبروا ان هو صابون. عارفين لما واحده كده تستغبى والخاتم يبقى ضيق، ويعني لازم يدخل دلوقتي في ايديه خلاص، فتروح حشراه ومدخلاه، تيجي تطلعه بعد كده بقى سويت بقى في البيت وصابون وزفلطه. طب بتحط صابون ليه يا بنتي؟ ليه يا حبيبتي؟ عشان احاول ازفلطه بره. يعني ايه؟ اخلي خروجه سهل، صح. ده نفس اللي الروت هير بيعمله. تقول لي بيلبس خاتم ضايق عليه؟ اقول لك لا، مش كده، بس هو محتاج يمر بين السويل بارتكلز دي، صح؟ مش انا عندي هنا سويل بارتكل، صح؟
وهو يا عيني محتاج يتعدى الصعاب ويمشي ما بين كل دول. طب انا همشي ما بينهم ازاي؟ قالك بس خلاص هفرش حاجه تزفلطني. هو بالظبط دي البسكة عشان تخلي واي بتاعه اسهل، يقدر يمشي اسهل في السويل. طب وهو عايز يمشي اسهل في السويل ليه يا عم؟ ما احنا قلنا بقى علشان يقدر يفكس ذا بلانت. ما هو لما يمسك فيهم، وميزه بقى الماده الفسكس ان هي مش بس بتسهل مروره، لا دي بتسهل المرور وتثبته بعد كده. يعني انا نزلت اهو اثبت بقى، فهي بتعمل ايه؟ حاجتين. خلاص يبقى بتخلي الواي بتاعه اسهل وتثبته كويس قوي في السويل، عشان مش اي ريح ايه تيجي تروح قلبالنا الشجر. ماشي ماشي، اتفقنا. اخر حاجه دي مش تفهموها دلوقتي، بس خليني اقولها لكم، ان الساب فاكيول اللي احنا قلنا بيبقى عنده لارج ساب فاكيول دي بتبقى عندها هاي اوزموتيك بريشر. انت مش فاهم، انا عارفه حقك، عامه حقك، بس خليك عارف ان الهاي اوزموتيك بريشر ده بيساعدها في الميه. طب وبعدين استنى ربع ساعه هتلاقينا بنقول ايه الاوزموتيك بريشر ده. اتفقنا؟ والحته دي هتتفرس ان شاء الله، يعني هتتهرس، بيقولوا ايه مش عارفه. طيب نيجي بقى للحته اللي 3/4 سكان مصر بيصوتوا منها، وانا مش عارفه الاقي له سبب. الحته دي من احلى الحتت اللي ممكن تحل عليها في حياتك، وعلى فكره في منها جزء كبير قوي موجود في ثالثه ثانوي، بس هي سهله جدا جدا، واسئلتها بالنسبه لي بتبقى في جيبي. يعني حاجه كده انت اصلا 1 زائد 1 يساوي 2، طبعا الضمن ربنا يعني، بس بجد اسئلتها سيستماتيك جدا. ومع ذلك في طلبه بتحول علم رياضه مخصوص بسبب السلايد اللي ورا دي. ليه يا عم؟ مش فاهم ايه ده اللي انا هفهمه لكم بقى. فمن الاول هنا كده فاصل جميل، نركز نفوق، عشان اللي جاي محتاج انك تبقى فريش وحابب الماده اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي. يا ريت تكون حاببها، يا ريت. دي طرق نمتص بيها اي حاجه، اي حاجه، مش ووتر بس، مش سولت بس، اي حاجه. مش هتمتص حاجه من غير دول، لازم تستعمل حاجه من دول عشان تمتص. اولهم الديفيوجن، والديفيوجن سهل جدا، من الحاجات اللذيذه قوي وممتعه جدا ومش صعبه خالص. ليه بقى؟ لان هي بتحصل في حياتنا اليوميه. ديفيوجن انا اول مره اسمعها. ديفيوجن، اقول لك ديفيوجن يعني انتشار، تقول لي مش فاهم برضه، اقول لك لا مش فاهم ازاي، ده انت لازم تكون فاهمها. يعني مثلا لما حضرتك بترش برفان في الجو، تقول لي ايه المشكله؟ هو انت بترشه في الاوضه كلها؟ جايز، بس خلينا نفترض ان انت رشيت رشه هنا او رشتين هنا، تك تك كده. هل اللي واقف قدامي بمترين او متر مثلا هيشم الريحه؟ بس بعد شويه. ليه؟ عقبال ما تكون الريحه انتشرت في الجو، صح؟ ده انتشار. طب حاجه تانية، مش احنا في حياتنا كلها لازم نروح من الكتير للقليل؟ يعني ايه؟ يعني هتلاقي مس مثلا سماح راحت جايه لكم في الفصل، لو سمحتي يا مس ميرفت طلعي لي حبه طلبه من هنا عشان الفصل ده مليان والفصل التاني فاضي، صح؟ وهتاخد من المليان تحط على الفاضي، صح؟ عمركم شفتوا حد بيعمل العكس؟ لو سمحتي يا مس ميرفت خدي حبه العيال دول عندك عشان الفصل ده فاضي والفصل ده مليان. يعني لو كانوا عايزين يضموهم على بعض ويحطوكم في فصل واحد ويقفلوا الفصل التاني ويعملوا لكم معامله كده، دي مش موضوعنا. بس الطبيعي ان انتوا تروحوا من الكتير للقليل. الطبيعي ان الغني يدي الفقير، صح؟ انا معايا 10 جنيه وانت يا عيني معاكش حاجه خالص، هديك، صح؟ بس هديك لحد امتى؟ لحد امتى؟ هو دي بقى تركايه الديفيوجن، اقسم بالله اللي جاي بعد كده هبقى في الديفيوجن يعني. تركايه الديفيوجن ان انا هديك لحد ما نبقى انا وانت، ده لو انا كريمه قوي يعني، هديك لحد ما انا وانت نبقى قد بعض. ينفع يبقى انا معايا 10 والله انت مش معاك حاجه خالص، طب خد ال10. طب ما انت كده مش هيبقى معاكي حاجه، انا كده مش هيبقى معايا حاجه. فهو بقى يبص لي يقول لي ياه ده انت فقيره قوي، طب خلاص خدي ال10، ونفضل بقى ال10 رايحه جايه بقى، خد ال10 هاتي ال10، خدي ال10 هاتي ال10. مش اسمها كده. العقل والمنطق بيقولوا ايه؟ ان انا اخد ال10 اقول له بص انت 5 وانا 5، صافي يا لبن حبيبي قشطه. انا كده بفهم الحمد لله، ماشي؟
ايه اللي انت بتقوليه ده؟ تعالوا نلم بقى. فبيقول لي ايه هو الديفيوجن؟ ببساطه شديده اهو. خلينا نبص على الجي اف طيب الاول. بصوا ده مكان فيه بارتكلز كتير، خلوه يعيد الاول. كتير اهم وبيروح للقليل. ده الديفيوجن، الحاجه الطبيعيه البديهيه اللي احنا بنشوفها في حياتنا اليوميه عادي جدا. الطبيعيه البديهيه اللي احنا بنشوفها في حياتنا اليوميه. انا حاسه ان انا بكتشف نفسي. طيب بصوا بقى الديفيوجن، ركز معايا. الغني يدي الفقير. دي مش عنصريه ولا طبقيه ولا اي حاجه، والله العظيم. بس احنا بنحاول نفهم، كله لاجل العلم والطلبه والتعلم. يبقى الغني يدي الفقير ليه؟ عشان الغني معاه اكتر، الفقير معاه اقل. طب يديله لحد امتى؟ مش لحد ما هو يفتقر، لحد ما يبقوا هما الاتنين مع بعض، لحد ما يحصل اكويليبريم. اكويليبريم يعني تساوي، كفه ما تغلبش كفه، يقفوا هما الاتنين مع بعض. اي حاجه في حياتنا بتحصل بهذا المنطلق طبيعيا. هتلاقي البرفيوم هنا كتير اهو، في ذرات برفيوم كتير قوي هنا، وبقيه الاوضه ما فيهاش، فتبدا تنتشر لحد ما يبقى الاوضه كلها متوزعه بنفس الطريقه. البرفيوم فيها متوزع بنفس الطريقه. اللي كده عشان ايه لو مش باين او حاجه، خلاص يعني اهو متوزع فيها البرفيوم ايه بالتساوي. مش هلاقي، مستحيل اجي بعد ساعه ولا حاجه والاقي كله لسه متكوم هنا وهنا واحده هنا نقطه، لا، لازم يحصل ديفيوجن. طب سيبكم من البرفيوم، تعالوا كده نبص على الالوان. احنا لما بنيجي نصبغ ميه مثلا، يعني لما بنيجي كده هو عندنا ووتر هنا، تمام، وعندنا صبغه داي، صبغه هنحطها. طيب الصبغه اللي احنا هنحطها دي هتصبغ لنا البيكر لحد ما يبقى لونه ايه؟ لونه كله واحد، نفس اللون. هل ينفع اجي ابص على البيكر ده بعد ساعه او بعد ما اقلبه والاقي هنا بنفسجي اكتر من هنا؟ مستحيل، عمرها ما حصلت. ليه؟ لان الديفيوجن عادل قوي قوي قوي. انا هوزع على كله بالتساوي يا ولاد، كله هياخد زي بعضه. اللون متوزع ايه؟ باي ايكوليبيوم، او بنسميها دايد، يعني مصبوغه ايفنلي. يعني لون متوحد. عارفين لما يبقى حاجه لونها متوحد؟ هي دي كده. اوكي نرجع تاني للديفيوجن، عشان بس في كلمه مهمه قوي في الديفينيشن محتاجين نقراها سوا. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي هي الموفمنت اوف موليكيولز، تمام، او اينز. يعني ايه اينز؟ يعني مثلا الملح لما بنيجي ندوبه في الميه هو NaCl، صح؟ بيتفكك، بيحصل له ايونايزيشن، فيبقى Na بلس وCl نيجاتيف. دي ايونز بتبدا يحصل لها ديفيوجن من المكان اللي فيه هاي كونسنتريشن للمكان اللي لو كونسنتريتد. يعني ايه بقى؟ اي حاجه بتمشي from high concentration to low concentration دي بنسميها concentration gradient. يعني الطبيعي. تاني معلش، لما نلاقي ان الحاجه ماشيه from high concentration to low concentration او from high to low اي حاجه، نعرف ان هي ماشيه with concentration gradient. طب لو لقيت العكس، لو لقيت ان الفقير بيدي الغني، هل ده طبيعي؟ هل ده منطقي؟ لا، يبقى against concentration gradient. against. ليه؟ لان هو عكس الطبيعي، بقى عكس الطبيعي، عكس المألوف. ما تشغلوش بالكم بيها، هنجيلها كمان شويه، بس خليكم عارفين دلوقتي ان from high to low، من الكتير للقليل، يبقى with concentration gradient مع الطبيعي. اعرفوا كده كلمه concentration gradient دي يعني الطبيعي. خلاص اعرفوها كده بس. يبقى مع الطبيعي with concentration gradient. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب
يعني زي ما قلنا كده لو جينا نبص هنا هنلاقي ان البتاع ده البيكر ده اتصبغ ايفنلي. يعني ايه دايد ايفنلي؟ يعني اتصبغ بلون موحد، ما لقيتش هنا حته غامقه وهنا حته فاتحه، مستحيل تحصل. اوكي ده ماشي، دي الجي اي اف. ماشي خلينا نشوفها هنا اهو من الكتير للقليل. وعلى فكره لو بصيتوا عدوا الكور، انا عديتهم، عدوهم هتلاقوا هنا قد هنا. خلاص ليه؟ لان الديفيوجن زي ما اتفقنا عادل، هيدي من الكتير للقليل بس لحد ما الاتنين يتساووا. بعد ما تساووا انا ما اعرفكش، روح شوف حد غيري يديك. خلاص هنا برضه اهو، هنا حته كتير فيها كتير ايونز كتير، راح هيعملوا ديفيوجن لمين؟ للناحيه الثانيه اللي ما فيهاش. خلاص اتفقنا. هنا هو اكزامبل عندنا، تعالوا نشوفه. بيقول لي الديفيوجن فينومينا بتحصل عشان الفري موشن، عشان الحركه الحره بتاعه الموليكيولز او الاينز، تمام؟ اللي احنا لما حطينا دروب اوف داي، نقطه حبر او نقطه صبغه في بيكر في ميه، ايه اللي حصل؟ بدأوا ينتشروا البارتكلز دي، بدأت تنتشر لحد ما البيكر becomes dyed evenly، بقى مصبوغ صبغة موحدة. انتشروا عشان يبقى كل حتة فيها بالتساوي قد الحتة اللي جنبها، محدش أحسن من حد يا باشا. يبقى الديفيوجن الغني بيدي الفقير، ومحدش أحسن من حد يا إيه؟ يا باشا. ماشي؟ ماشي يا باشا.